الرغيف ده بالذات احنا بنعمله ايه؟ بالميزان مش بالواي. والله يعني بصراحه مش حاسس ان الرغيف اصلا مش موجود معايا، حاسس ان هو خفيف قوي قوي قوي. يلا. طبعا معروف الحواوشي لحمه في اي حته، احنا عملنا تطورات، عملنا تشيكن رانش. في حواوشي الفراخ دي جديده، تعالوا نشوف الدنيا ماشيه ازاي. حواوشي العز طبعا في فود كورت، واخد بارتيشن في فود كورت اللي هو جنب عسير مكه زي ما قلنا، خلف محطه قطر سيدي جابر. تعالى معايا عشان نشوف حواوشي الفراخ ده. هو ده يا باشا حواوشي العز، هو ده. ده ايه بقى اللي انت هتعمله دلوقتي؟ كده هقطع العجينه. تمام. يعني الكورتين دول كده الرغيف، بعدين انت بتقفله في الاخر، صح كده؟ صح كده، زي الحواوشي اللي احنا عارفينه. زي الحواوشي. بس انت عملت ميزه في الحشو. فراخ، ده اللي هو تشيكن رانش. تشيكن رانش، مم. خضار، جبنه، مم. فلفل اسمر، ملح، تمام قوي. جوز. تحبيشه حلوه شكلها. يا جماعه ده حواوشي بصراحه جديد، انا اول مره اشوفه. بتنزل كل ده بقى على وش الرغيف اللي هو المفروض الارضي. حصل. يعني هي اصلا لوحدها الخلطه يعني لوحدها مقبوله. دلوقتي انا قلبت الرغيف، قفله تقفيله رفيعه على قد ما اقدر. طبعا نفرده فرده حلوه، لازم يطلع مدور معانا. بعد ما فردته نحطه في الصاج. الصوص الايطالي، وش جبنه موزاريلا، ناخد وش جبنه موزاريلا بس. تاخد خضار، تمام. شويه فراخ على الوش، شويه سمسم، حبه البركه، ربع ساعه. الرغيف ده بالذات احنا بنعمله ايه؟ بالميزان مش بالواي. يعني بياخد مثلا كام جرام لحمه مثلا؟ اخد 110، بياخد 110 جرام لحمه. وهياخد ايه تاني؟ وهياخد صدق 100، ياخد 100 جرام سجق. 100 جرام صدق، امم و50 جرام بسطرمه، وخضار، فلفل اسمر، وجبنه موزاريلا. تقفل بقى الرغيف على كده. معاه في الرغيف على كده. نعمله رغيف باللحمه. تمام. ده البيزك بقى الطبيعي اللي احنا عارفينه. ده بياخد لحمه كام بلدي، بياخد كام جرام لحمه بلدي ده؟ 250 جرام لحمه بلدي. بلدي 100% من غير اضافات، من غير فلفل صويا، من غير اي حاجه. بصل وبقدونس. ما بياخدش وش جبنه في الاخر. لو حد عايز وش بيتزا بنحط له، بس الافضل يتاكل من غير وش بيتزا بالظبط كده. عشان تحس بطعم البلد. بالظبط كده، عشان ده العيش باللحمه بقى الاسكندراني. بعدين جايين حاطينه في الصاج. هياخد الصوص الايطالي، ده اللي هو اسمه ايه اللي تحط عليه الصوص ده السوبر اسبري. سوبر اسبرين، اللي هو واخد ميكس الحوف، اللي هو بسطرمه سجق وياخد صدق على الوش برضو كمان. وبسطرمه، شويه خضار يتدلع، تمام. ده شوية بقى جبنة. 100 100. موزاريلا، سمسم وحبه البركه على كله. برضه هيدخل الفرن ربع ساعه صح؟ ربع ساعه برضك في الفرن. كده الشيكن رانش استوى معانا. نطلع نكمله بقى. نحط في العلبه. تمام. تمام. نقطعه الاول، نديله نص رانش نص باربيكيو. عايز رانش ماشي، عايز باربيكيو ماشي موجود. ده كده النص رانش بتاعه. ده الرانش. تمام. بس انت جبت الفكره دي منين على كده؟ استاذ محمد. استاذ محمد صاحب المكان؟ استاذ محمد صاحب المكان. لا دماغه حلوه بصراحه. ده يا جماعه كده حواوشي تشيكن رانش الشكل النهائي بتاعه، واخد نص صوص رانش وواخد نص صوص باربيكيو. بصراحه تجربه فريده وجديده. كده بقى البيزك والسوبر اسبرين جاهز. طبعا يا جماعه اسكندريه هنا مميزه ان هم بيحطوا الحواوشي
في باكج. بس علشان هنا طبعا وشوش الحواوشي دي بيبقى فيها جبنه وفيها شغل، فلازم تتحط في باكج من ده. ده بقى الحواوشي البيزك خالص. واو، لحمه بلدي 100% بصراحه. شايفين الشكل عامل ازاي؟ تعالوا بقى نشوف حواوشي الفراخ ده في ايه. ده التشيكن رانش اللي هو الحواوشي الجديد اللي بيقولوا عليه، اللي ناس كتير قوي قالت لي ان المكان ده بيعمله في سموحه في اسكندريه هنا. طبعا يعني تجربه جديده، تحس انت هتاكل بيتزا بس هي مش بيتزا خالص. جميل، تجربه جديده كده. انا اول ما شفتها قلت اخد تيست البيتزا، بس هي مش بيتزا خالص، ده حواوشي فعلا وطعمه جامد. تعالوا بقى نشوف السوبر سبريم. السوبر سبريم ده اللي احنا قلنا زي ميكس اللحوم، بس هو المختلف عن ميكس اللحوم ان هو واخد الصوص الايطالي. قلنا ميكس اللحوم، صدق، بسطرمه، لحمه بلدي. انا بعشق حواوشي البسطرمه اصلا لوحده، طبعا مع ميكس اللحوم هايل جدا. كمان حتى العجينه بتاعتهم جميله، وكمان جوده الجبنه بتاعتهم لذيذه قوي. تعالوا بقى نشوف الحواوشي الاخير معانا، واللي هو الحواوشي البيزك او الحواوشي العادي خالص، او العادي منه زي ما بيقولوا، اللي هو عيش باللحمه زي ما بيقولوا في جميع المحافظات. وهنا المميز عنده برده ان هو بيحط سمسم وحبه البركه على وش الرغيف. زي ما انتم شايفين كده، ده شكل اللحمه زي اي حواوشي طبعا بنشوفه في اي مكان بيعمل لحمه بلدي. العادي منه ده بقى العيش باللحمه اللي احنا بناكله على طول. نفس التتبيله الاسكندراني برضو، البصل والفلفل واللحمه البلدي، يعني حاجه وخفيف مش تقيل، سندوتش خفيف قوي. احنا قلنا جوده العجين بتاعتهم كويسه.